والله المسرح يعتبر الحمد لله بفضل الله يعني عمر كبير قوي بالنسبة لي. يمكن كانت بدايتي وانا طفل صغير قوي مع الاستاذ محمد صبحي في مسرحية عائلة ونيس ومسرحية ماما امريكا. يعني تقريبا خدتها من وانا طفل لغاية لما كبرت، تقريبا في حدود ال 13 سنة. وبعد كده مهرجان المسرح للجميع. وبعد كده بقى ربنا كرمني الحمد لله من ساعة ما اتخرجت من معهد فنون مسرحية وتعينت في المسرح القومي للطفل. ساعدتني جدا الأستاذ عزة لبيب مديرة المسرح السابقة، وعملت عروض كتيرة معاها. والحمد لله برضو مع الأستاذ حسن يوسف المدير الحالي بيرشحني في أدوار كتيرة قوي، لأن الحمد لله يعتبر موظف وبحاول أجتهد على قد ما أقدر لأن بحب المسرح جدا. ويعني الحمد لله في توفيق من ربنا ان انا في معظم المسرحيات اللي في المسرح هنا. يمكن اللي حضرتك قلتيه ده كله انا اتربيت عليه، وده اللي يمكن نجحني هنا الحمد لله بفضل الله. يعني ان عشت التجارب دي كلها مع استاذ كبير زي الاستاذ محمد صبحي، وعشتها مش سامعه بس، لا ده قدام عينيا بتتنفذ. واتعلمت قوي فعلا ان الطفل هو الثمره اللي انت بتزرعها وبتحصدها فيما بعد. وفعلا يمكن احنا دايما في ونيس او هنا او في اي مكان بنحس ان الطفل بيبقى ليه قابليه في استيعاب المعلومه او الكلام اكتر من الكبير شويه. يمكن ضغوطات الحياه وحاجات كتيره قوي بتخلي الكبير ممكن يكون مش مركز قوي، انما الطفل لما فعلا بيستجاب لنا وبيسمع مننا الملحوظه او المعلومه او الرساله اللي بنقدمها في العمل بتثبت في دماغه. وبكده بنحاول ان احنا نشارك في ان احنا بنطلع جيل مثقف، جيل متعلم، جيل فنان، جيل واعي. الفنان فادي خفاجة قدم للدراما التلفزيونية عدد كبير من المسلسلات مع النجم الكبير محمد صبحي، منها يوميات ونيس، ملح الأرض، أنا وهؤلاء، رجل غني فقير، وونيس والعباد، وأحوال البلاد. كمان قدم فادي خفاجة للسينما، قدم عبده مواسم، وأيضا خارج على القانون. تعالوا نكمل الجزء الأخير من لقائنا بالفنان الشاب فادي خفاجة، واللي هيكلمنا فيه عن ضرورة التمسك بالمبادئ والقيم في أعمالنا الفنية، وكمان هيكلمنا عن المخرج الراحل نادر جلال اللي قدم معاه مسلسل الناس في كفر عسكر. تعالوا نشوف الجزء الأخير من لقائنا بالفنان فادي خفاجة ونرجع لكم حالا. ده فادني لان الزمن والتطور اللي حصل خلى فيه حاجات كتيره بقت متغيره، لدرجه ساعات انا بضحك واحس ان انا ايه ده، هو انا من الجيل القديم. انا حتى معظم المخرجين اللي موجودين دلوقتي مش اصدقائي زي الناس العظماء اللي كنت متربي على ايديهم بقى في استوديو 3 واستوديو 6 والدور الاول في التلفزيون والمال والبنون وليالي الحلميه والحاجات دي كلها. بس طبعا هو ده حال الدنيا وهو ده الاختلاف وهو ده التنوع. بس دايما يعني بتمنى من ربنا ان احنا على قد ما نبقى بنتطور على قد ما نبقى متمسكين برضو بمصر هي اصل الفن واصل الثقافة. والحمد لله يعني احنا عندنا مش محتاج ان انا اللي اقول الكلام ده يعني. واي موجة شبابية، اي موجة بتحصل انا برحب بيها جدا جدا جدا، انما برضو اتمنى دايما انها تفضل على نفس المنهج بتاع نجيب الريحاني، فؤاد المهندس، محمد صبحي، العظماء الكبيرة دي، لان الناس دي فعلا قدمت فن وقدمت كوميديا وقدمت رسالة، وهو ده الفنان لازم يعمله. يعني هو المسألة مش هتطلع في الآخر إن أنا هطلع في فيلم علشان أغنية شعبية ومش ده هدف الفيلم. لا، الفيلم لازم يكون فيه مسج، حتى في رسالة، حتى لو أنا بعملها عن طريق اللي بنتقد الشخصية. والله الحمد لله يمكن من المسلسلات القريبة لقلبي قوي. ويمكن الطريف في الموضوع ان انا ما كنتش في المسلسل اصلا، كان هادي اخويا عامل فتحي ابو وهاب وهو صغير اللي هو الصالح، ولما بيكبر بيبقى شادي اخويا، لان الاستاذ نادر جلال الله يرحمه كان بيحبنا جدا جدا، وهو فعلا كان اب كبير قوي لينا يعني. حتى كان دايما يتلخبط في اسامينا، فيبقى في المشهد يقول فادي شادي هادي اللي واقف يجي يمين شويه، فكنا نموت من الضحك يعني من خفه دمه معانا. يعني هو بس الفكرة كانت برضو من الأدوار اللي هو كان على فكرة 5 حلقات، ما كانش كتير، بس ده يعني كانت من الحاجات اللي جوايا اللي فعلا بقول هو الدور أو الشغل مش بالكم،
مش لازم ابقى طالع في الحلقات كلها، لا، بس هو لازم يبقى دور لو شلته احس بان في حاجه غلط في العمل الدرامي. هي دي اهميته. يطلع بقى حلقه، يطلع مشهد، يطلع زي ما يطلع. ويمكن فعلا شخصيه سيد عوف في كفر عسكر كانت اكبر دليل على ده. هي الفرق بس اللي حصل ان زي ما كنت لسه بقول، الجيل اللي انا اتعلمت منه واشتغلت معاه بقى مقل، وبقى مش موجود بشكل كبير. فيمكن هي دي الناس اللي كانت ليها علاقات معاهم، هي دي الناس اللي كانت بتحصل كيمياء في الشغل ما بيننا.